بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ده طيب، مر معنا في درسي المتقدم كلام حول بناء النبي صلى الله عليه وسلم بيوته وتقدم معنا أنه كان معه فقط بنى لسودة ولعائشة رضي الله عنهما، لم يكن معه من زوجاته في ذلك الوقت إلا سودة وعائشة قد عقد عليها، سيأتي معنا دخوله بها في هذه السنة. فبنى بيت لسودة وبيت لعائشة ثم دخل في عائشة رضي الله عنها كما سيأتي معنا. وكذلك أن من الذين هاجروا إلى الحبشة رجع بعضهم أقل من نصفهم، وقلنا ذكر أهل السير أنهم 30 نفر، 30 رجل و8 نسوة رجعوا إلى إلى المدينة. رجعوا أولا إلى مكة، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، أي في العام الأول، أنه ذكر رحمه الله تعالى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها، أي سنذكرها ماذا حصل في هذه العشر سنين. ثم قال: أكمل في الأولى صلاة الحضر، وما زلنا في السنة الأولى، من بعد ما جمع فاسمع خبري. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكن. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وفيه أي في العام الأول، ما زال يذكر ماذا حدث في العام الأول. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، أي في العام الأول من الهجرة. آخى أي عقد ميثاق المؤاخاة، أن يتعاقد، معناه أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصير كالأخوين نسبا. قال: أشرف الأخيار النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين هم الذين هاجروا إلى المدينة من مكة ومن غير مكة، هاجروا إلى المدينة، هؤلاء يسمون بالمهاجرين. والأنصار وهم أهل المدينة، سكان المدينة من الأوس والخزرج، هم سكان المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرة المسلمين إلى المدينة، فهم سكان الأصليون للمدينة. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ألهمه الله عز وجل بعمل في كمال حسن السياسة وأصالة الرأي وبعد النظر، أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، فعقد بينهم هذه الأخوة هذا العهد وهذا العهد.
فبهذه الأخوة يتعاونون ويتناصرون، وكذلك كانوا يعني في هذا يتوارثون، الذي يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين يعني أخيه بين المهاجر وبين الأنصار، فكان الأنصاري يرث المهاجري والمهاجري يرث الأنصار قبل نزول آيات المواريث، قبل نزول آيات المواريث. وقد ذكر الله عز وجل يعني هذه يعني المؤاخاة في كتابه وخلدها الله عز وجل، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويعني هذه المؤاخاة كما ذكر المؤلف أنها كانت في العام الأول، أنها كانت في العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل السير في أي شهر، ولا فائدة من يعني هذا يعني من معرفة أي شهر. المعرفة أنها كان المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكذلك أن هذه المؤاخاة كانت في العام الأول من الهجرة، كانت في العام الأول من الهجرة. وكم كان عدد المؤمنين الذين جرت بينهم المؤاخاة؟ ذكر يعني عن بعض ذكر أهل السير أنهم كانوا 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، وقيل 100، 50 من المهاجرين و50 من الأنصار. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، فكان بينهم التوارث، أي أن يرث المهاجر من الأنصار والأنصار من المهاجر. هذا في بداية الأمر، ثم بعد ذلك لما نزلت آيات المواريث نسخت هذا التوارث، فلا يرث يعني إلا من ذكرهم الله عز وجل في آيات المواريث. قال: ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به، أي هذا أيضا في أحداث السنة الأولى. ثم بنى أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بأهله بعائشة رضي الله عنها. فالعقد كان في مكة وهي ابنة 6 سنين كما جاء عنها رضي الله عنها، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين. ثم بنى بابنة خير صحبه وهي عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، صديقة بنت الصديق. وكان هذا يعني في السنة الأولى، كان هذا في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان فتمرق شعري، أي تساقط من مرضها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة مع صواحب لي، أي يعني تلعب وهي صغيرة مع صواحب لها. قالت: فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، يعني من شدة يعني المشي، سرعة المشي معروف.
يعني تنهف، نحن نسميها ننهف، يعني تخرج النفس، ثم يعني أدخلته يعني أصلحتها يعني فأصلحنا، قالت فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين، وأنا بنت 9 سنين. وكان في شهر شوال الدخول بها أي بعائشة رضي الله عنها في شهر شوال. وعلى هذا يعني الآن كثير من الناس أو بعض الناس يتشائم من الزواج في شهر شوال، في شهر شوال، وهذا لا يجوز. التشاؤم في الشهر أو في السنة لا يجوز، أو في اليوم أو في الأسبوع لا يجوز، لا يجوز التشاؤم، وهذا من فعل الجاهلية، من أفعال الجاهلية. كانوا يتشاءمون بالأيام، بعض الأيام، بعض الشهور، أو يعني ببعض الأشياء. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تطير، ليس منا من تطير أو تطير له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز مثل هذه الأفعال، وهذه من أفعال الجاهلية، هذه من أفعال الجاهلية. قال: وشرع الأذان فاقتدي به. نعم، شرع الأذان في السنة الأولى. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى بأصحابه جماعة ظاهرة كان في مسجد ماذا؟ مسجده أو المسجد قباء؟ مسجد قباء. أول مسجد في المدينة بني هو مسجد قباء. أول شيء بني صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ثم انتقل إلى يعني مكان مسجده فبنى مسجده عليه الصلاة والسلام. فكان يعني المسلمون إذا أرادوا يعني الاجتماع للصلاة، الصلوات فرضت في مكة، فرضت في مكة، وأوقاتها أيضا يعني في مكة، أوقات الصلاة فرضت في مكة. فلما تقدم معنا أن يعني الصلاة فرضت يعني بعد 10 سنين في السنة 11 في ليلة الإسراء والمعراج، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قريش يعني قلنا أنكرته، فجاء جبريل في ذلك اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، علمه المواقيت. في أول يوم جاء فصلى عندما طلع الفجر، أول ما طلع الفجر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني بعض أصحابه، ثم عند وقت الزوال، هذا صلاة الفجر، ثم عند وقت الزوال أي صلاة الظهر عند زوال الشمس، أول ما زالت الشمس جاء فصلى بهم صلاة الظهر أي جبريل عليه السلام. ثم لما كان ظل الشيء مثله جاء فصلى بهم صلاة العصر، هذا أول وقت صلاة العصر. ثم لما غربت الشمس جاء فصلى بهم، هذا وقت غروب الشمس. ثم لما يعني غاب الشفق الأحمر جاء فصلى بهم، قال فصلى بهم صلاة العشاء. ثم جاء في اليوم الثاني فصلى بهم عندما كادت الشمس أن تشرق، قبل شروق الشمس يعني بقليل صلى بهم صلاة الفجر. ثم جاء الظهر فصلى بهم قبل أن يكون ظل الشيء مثله أي في آخر وقت الظهر. ثم العصر في آخر وقت العصر عندما كان ظل الشيء مثليه. ثم المغرب عندما يعني كاد أن يقرب الشفق آخر وقت المغرب. ثم العشاء في منتصف الليل. قال جابر أو الراوي حديث نعم جابر قال نمنا وقمنا، ثم نمنا وقمنا، ثم جاء جبريل فصلى بهم صلاة العشاء في منتصف الليل.
ثم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو ما بين هذين الوقتين هو وقت الصلاة، أي أول الوقت وآخر الوقت. أول وقت الفجر عند طلوع الفجر، وآخر وقتها قبل شروق الشمس، يعني إذا شرقت الشمس خلاص خرج وقت الفجر. وأول وقت الظهر عند الزوال، وآخر وقت الظهر هو عندما يقرب ظل الشيء مثليه، لأن ما في فرق بين وقت الظهر ووقت العصر. وقت الظهر جاء وقت العصر، خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، ما في فارق بينهما 5 دقائق أو 10 دقائق، ما في فارق. خلاص يخرج وقت الظهر مباشرة يدخل وقت العصر، وصلى في أول وقت أول يوم، في أول وقت الصلاة في أول يوم الفجر والظهر والعصر. العصر أول وقتها عندما يكون ظل الشيء مثله، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند قيام الشفق الأحمر. وجاء في اليوم الثاني صلى آخر الوقت، آخر وقت الفجر قبل شروق الشمس، وآخر وقت الظهر يعني عندما يكون ظل الشيء مثله، وآخر وقت العصر عندما يكون ظل الشيء مثليه، وآخر وقت المغرب قبل غروب الشفق، قبل دخول وقت العشاء. أيضا ما في فرق بين دخول وقت العشاء وخروج وقت المغرب. وآخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل، مع أن هناك خلاف بين العلماء هل هو نصف الليل أو بدخول وقت الفجر أو طلوع الفجر، والصحيح أنه في نصف الليل. فكانوا يجتمعون يعني على الصلاة، يجتمعون ثم يصلون، يعني ما في هناك نداء. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أمرت أحد أن ينادي بالصلاة، أي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أن ينادي بالصلاة جامعة. فبعد ذلك يعني تشاور أيضا يعني المسلمون في صفة جمع الناس للصلاة، فبعضهم قال يعني يجعل ناقوس كناقوس النصارى، وبعضهم قالوا يجعل قرن كما ينادي اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرى هذا، ثم يعني جاء هكذا عمر فقال يعني نادى بالصلاة الجامعة. ثم رأى عبد الله ابن زيد رؤيا، قال: بينما أنا نائم إذ طاف بطائف فقال: تبيعوا يعني الناقوس؟ قال: نعم، بمعنى كلامي، لأن يعني لأجل الاجتماع للصلاة. قال: ألا أدلك على أفضل من ذلك؟ قال: ألا، يعني أريد، ما هو؟ قال: تقول الله أكبر الله أكبر. الأذان الذي هو يعني الأذان الذي هو يؤذنه الآن المؤذنون. فقام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقص الرؤيا التي رآها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم جاء عمر مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت مثل ما رأى. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد وكذلك عمر. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: اذهب إلى بلال وعلمه الأذان، فهو أندى صوت منك، أي أقوى وأحسن صوت منك. فذهب فعلمه الأذان، فكان بلال يؤذن، لأن بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك هذه مشروعية الأذان، وكيف شرع الأذان بهذه الطريقة. كان المسلمون يجتمعون أولا، ما في هناك يجمعهم شيء. ثم جاء عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن تنادي بالصلاة جامعة. ثم رأى عبد الله ابن زيد هذه الرؤيا، كذلك رآها عمر، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن زيد على هذه الرؤيا، فأمره أن يعلم الأذان بلال، أن يعلم عبد الله ابن زيد الأذان، يعلمه بلال، فعلمه، فأذن بلال بهذا الأذان. وكان هذا
في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الأذان، ولم يشرع قبل ذلك، إنما كانوا يجتمعون بغير أذان ولا إقامة. وكذلك علم يعني عبد الله بن زيد الإقامة في هذه، يعني رأى الإقامة كما هو معروف. الأذان يشفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، أن يشفع الأذان أي يجعله شفع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اثنين، أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله شفعا. ويوتر الإقامة أي أن يقول الله أكبر الله أكبر مرة، أشهد أن لا إله إلا الله يعني مرة. الوتر يعني مرة. إلا الإقامة أي إلا قد قامت الصلاة، فهنا يشفعها، ما هو معروف قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فجاء هذا في يعني رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.